والفيديو ده يا معلم هنتكلم عن الوي فلاي كيرف، وهي افضل واشيك ساعه في الفئه الاقتصاديه. وانا في العادي مش بحب اعمل فيديوهات لبراندات مش مشهوره قوي، بحب اعمل فيديوهات لساعات شاومي، ساعات انفينكس، ساعات هواوي، ساعات سامسونج، اللي هي البراندات اللي كل الناس عارفاها. ولكن اللي الناس ما تعرفوش ان براند وي فلاي براند قوي بيصنع ساعات ذكيه وسماعات بلوتوث واكسسوارات عموما بقاله كام سنه، ومؤخرا هتلاقيه في مصر عندنا هنا وفي الوطن العربي كله، وبيدي ضمان سنه ضد عيوب الصناعه. فده كله يا صاحبي يطمنك ويخليك مبسوط كمان انه هينزل ساعات قويه جدا وبثمن منافس قوي، عشان ينافس الاشباح الموجودين في الاسواق المصريه والعربيه ويثبت نفسه زي ما اثبت نفسه وسطهم في الصين. المهم يا سيدي، الوي فلاي كيرف هي ساعه جايه بشاشه اموليد، وجايه بتصميم معدني كلاسيك، وجايه كمان بسماعه ومايك للمكالمات الصوتيه، وكمان بتدعم اللغه العربيه مع كل الابلكيشنز الموجوده جواها والنوتيفيكيشن والمسجات اللي بتوصل ليك. وكمان الاداء بتاعها سلس جدا، الاداء بتاعها ممتاز. لما تيجي تقلب في كل انحاء السوفت بتاع الساعه، الاداء بتاع الساعه دي بجد قوي جدا. والساعه جايه بلونين، اللون الذهبي الحلو قوي والمناسب جدا كمان للبنات، وكمان لو جبت له حزام جلد كده هيبقى جامد قوي للشباب، وهتبقى الساعه كلاسيك كلاسيك يعني. واللون الثاني يا معلم هو اللون الاسود، وده يمشي شبابي شويه، لكن الذهبي حلو قوي للجنسين عادي. وزي ما قلنا يا صديقي، الخامات من المعدن، من سبائك الزنك المتينه الشيك قوي والحلوه جدا. بص كده يا غالي، لما تحط الساعه دي في الشمس او تنزل عليها اي اضاءه، هتشوف اللمعه بتاعه المعدن اللي تحسس اي حد ان دي ساعه غاليه مش اقتصاديه. وخد بالك ان اغلب الساعات الاقتصاديه الخامات بتاعتها من البلاستيك، وده بيحسسك ان الساعه مش بريميوم قوي او مش حاجه غاليه قوي او ساعه لعبه كده، بخلاف طبعا الساعه دي الخامات بتاعتها من المعدن، وتحس ان الساعه بريميوم ومتينه قوي في نفسها، وتديها ثمن اغلى من الثمن بتاعها. وكمان الحلو في الساعه انها جايه بالحجم المتوسط قوي، يعني حجمها وشكلها على اي حجم معصم ايد هيكون مظبوط وشيك جدا. وحتى كمان البوكس نفسه بتاع الساعه، لا تحس ان البوكس فعلا متكلف ومتعوب فيه، وبجد حاجه قويه جدا، مش اللي هو عشان دي ساعه اقتصاديه فانا احط لك اي كرتونه وخلاص، لا دي افضل كرتونه او بوكس انا شفته لساعه في الفئه الاقتصاديه عموما. وكمان في حاجه لطيفه في الساعه، انها نحيفه جدا، ممكن تكون دي انحف ساعه اقتصاديه شفتها، وده طبعا بينعكس على الوزن ومخلي وزن الساعه خفيف جدا مش تقيل. اما بقى عن الشاشه يا معلم، فتعالى اخليك تشوف التحفه الفنيه دي اللي جايه من نوع اموليد، يعني الوان مشبعه وزاهيه وساطعه وقويه، وزي ما انت عايز تقول قول. كمان باقي مواصفات الشاشه قويه جدا فشيخه، يعني انت معاك حجم عالي جدا 1.43 بوصه بدقه 466 في 466، يعني سيادتك يا فندم معاك اعلى دقه في الفئه الاقتصاديه. وكمان هتاخد اعلى سطوع لانه بيوصل لحد 700 شمعه مع الساعه هنا. بس كده لا، انت معاك كمان تردد شاشه 60 فريم في الثانيه الواحده، وده اعلى معدل تحديث في الفئه الاقتصاديه. وطبعا دي شاشه اموليد فهتلاقيها بتدعم الاولويز اون ديسبلاي، وكمان معاك شكلين للاولويز اون ديسبلاي، العقرب والديجيتال. وطبعا معاك اكتر من واجهه مستخدم او خلفيه للساعه، ادي 1 2 3 4 5 6، وطبعا الكراون او التاج شغال لما تلفه مع كل انحاء القوائم في الساعه. بص كده يا معلم، الخلفيات شكلها جميل قوي مع الشاشه الاموليد، وكمان هتلاقي اكتر من 100 خلفيه على ابلكيشن وي فلاي فيت الخاص بالساعه على الموبايل، ممكن تضيف اي واحده منهم للساعه. وكمان لو عايز تنزل اي خلفيه تانية من النت للموبايل بتاعك وبعدين تبعتها للساعه، فده طبعا متاح. ولو عايز تحط الصوره الشخصيه بتاعتك للساعه، فده كمان متاح هنا. وكمان يا معلم من الابلكيشن بتاع الساعه بتعمل سماح للساعه انها توصل لك النوتيفيكيشن بتاع تطبيقات السوشيال ميديا والشات زي الواتساب او اي تطبيق تاني. وشكل الخط واللغه العربيه على الساعه هنا جامد قوي يا جدعان، الكلام كله واضح وبتشوف عدد كلمات حلو، وحجم الخط متوسط، فلا عاش بجد. وكمان يا سيدي في حاجه حلوه في موضوع اللغه مع الساعه هنا، ومش دايما بلاقيها في الفئه الاقتصاديه او حتى والله مع الساعات الغاليه، وهي ان الساعه مش لازم اللغه بتاعتها تتبع اللغه بتاعت الموبايل. يعني ممكن تخلي الساعه بتاعتك بلغه عربيه والموبايل بتاعك باي لغه اجنبيه تانية، والساعه تكون متوصله بالموبايل عادي مفيش مشكله. انا عايز اقول لك ان في ساعات والله باضعاف ثمن الساعه دي وما فيهاش الاوبشن ده، لازم اللغه بتاعت الساعه تتبع اللغه بتاعت الموبايل، فلا عاش بجد مع الساعه دي. طيب حاجه كمان عجبتني مع الساعه هنا، وهي دعمها للمكالمات الصوتيه مع وجود سماعه ومايك فيها. وتعالى دلوقتي حالا اسمعك مكالمه من الساعه هنا عشان تشوف الجوده بتاعت السماعه والمايك بنفسك بتوع الساعه. ايه يا زوكس عامل ايه؟ الحمد لله والله. طمنا عنك. والله الحمد لله بخير، اخبارك ايه؟ انا بكلمك من الوي فلاي كيرف الساعه الجديده اللي وصلتني. كنت بسألك عن الصوت عامل ايه؟ هل انت سامعني كويس؟ في اي مشكلة؟ الصوت بعيد او متفخم او في اي مشاكل من اي نوع؟ لا صوتك كويس جدا عادي. مفيش اي مشاكل صح كده؟ كله تمام، الصوت كويس اوي. طب حلو قوي، انا كمان سامع صوتك كويس، وبس الصوت بتاعها مش اعلى حاجة، بس لا انا سامع الصوت كويس يعني. خلاص تمام.
حبيبي يا زوكس تسلم. كمان يا معلم معاك امكانيه انك تخزن لحد 100 اسم من جهات اتصالك المتسجلين على موبايلك وتخليهم موجودين على الساعه هنا عشان لو عايز تطلع اي اسم من الساعه على طول وتتصل عليه. طبعا يا معلم اي حد بيتصل عليك من جهات اتصالك المتسجلين على الموبايل بتاعك بيطلع لك الاسم بتاعه على الساعه هنا حتى لو ما كانش من ضمن ال100 اسم اللي انت مخزنهم على الساعه. كمان يا غالي عندك امكانيه انه لو حد اتصل عليك انك تبعت ليه رد تلقائي مجهز على الساعه، زي انك مشغول او مش فاضي او هتتصل عليه بعد ما تخلص، يعني اي حاجه من الكلام ده. وطبعا من الابلكيشن بتاع الساعه على الموبايل انت ممكن تعدل وتظبط اي رد تلقائي وتكتب اي رد تاني بمزاجك وهيتثبت على الساعه مع اي حد بيتصل عليك. كمان عندك امكانيه من التطبيق بتاع الساعه على الموبايل انك تحدد جهه اتصال لمكالمه الاستغاثه في حاله الطوارئ طبعا، والساعه هتتصل على جهه الاتصال لما تضغط على البوتون اللي تحت دوسه طويله وبعدين تسحب SOS فالساعه تتصل عليها. طيب تعال بقى نتكلم عن حاجه تانية مع الساعه هنا، وهي التطبيقات الطبيه والصحيه والتطبيقات بتاعه اللياقه البدنيه والنشاط. وهنا يا معلم هنلاقي الساعه بتدعم اكتر من 170 مود بدني، وده يمكن اكبر عدد انشطه انا شفته موجود في ساعه اصلا في العموم، مش بس في الفئه الاقتصاديه. وطبعا هتلاقي نبض القلب، وهتلاقي الساعه كمان بتسجل لك اعلى واقل نبض قلب، وكمان هتلاقي SpO2، وهتلاقي حساس النوم والضغط، وهتلاقي كمان تطبيق صحه السيدات. كل ده موجود على الساعه. ولكن يا صديقي الساعه لا يعتمد عليها خالص مع التطبيقات الطبيه والصحيه واللياقه البدنيه، وكل ما كنت بشغل اي قياس كان بيديني نتائج لا منطقيه اصلا، لا يمكن تكون موجوده في الطبيعه. ويمكن ده العيب الوحيد اللي انا خدت بالي منه مع الساعه هنا، وهيخليها مش مناسبه للناس بتاعه الجيم او الناس اللي بتهتم بالصحه او اللياقه البدنيه او الناس اللي عايزه ساعه بالخصوص عشان التطبيقات الطبيه. طيب حاجه تانية بقى مهمه في الساعه هنا، وهي مقاومه الميه والمعيار اللي جايه بيها عشان مقاومه الميه. وهنا يا صديقي هنلاقي الساعه جايه بالIP68 الشائع جدا في الفئه الاقتصاديه، واللي بيخلي الساعه مناسبه عشان تغسل ايدك بيها او تغسل وشك او تتوضى بيها عادي من غير ما تقلعها من ايدك. بس خد بالك وابعد الساعه خالص عن الميه الملوثه او الميه المالحه او الساونا او الجاكوزي او الميه السخنه خالص او الساقعه خالص او حتى الشلالات. الكلام ده كله ابعد اي ساعه ذكيه في العموم عنه. طيب تعالى بقى نتكلم عن حاجه تانية مع الساعه هنا، وهي البطاريه ومده الاستخدام اللي انت هتاخده مع الساعه. وهنا يا معلم هتلاقي الساعه جايه ببطاريه 300 ملي امبير هتدي لك 3 ايام مع الاستخدام التقيل لو مفعل الاولويز اون ديسبلاي كمان، وممكن 5 ايام متوسط، وحوالي 7 ايام لو استخدامك خفيف ومش موصلها بالابلكيشن ومش دايما بتعمل مكالمات منها. وزي اي ساعه ذكيه فطبعا هتلاقي تطبيق الموسيقى اللي منه بتتحكم في الاغاني اللي شغاله على الموبايل، زي انك تعلي الصوت وتوطي الصوت من الساعه او توقف او تشغل او تقلب بين الصوتيات وبعضها. بس خد بالك مفيش امكانيه مع الساعه هنا انك تخزن اغاني عليها على طول وتوصل بيها سماعه بلوتوث والكلام ده، لانه بيكون موجود في الساعات الاغلى شويه. وكمان عندك خاصيه البحث عن الموبايل من الساعه لو كان الموبايل ضايع منك، وعندك خاصيه البحث عن الساعه من الموبايل لو كانت الساعه هي اللي ضايعه منك. وطبعا عندك خاصيه الالتقاط الذاتي عن بعد او التصوير عن بعد اللي بيخلي الساعه زي ريموت او شاتر للكاميرا بتاعه الموبايل بتاعك. وكمان على الساعه هتلاقي منبه، وبتلاقي حاله الطقس، وكمان بتلاقي المساعد الصوتي، هتلاقي ساعه الايقاف والمؤقت، وهتلاقي آلة حاسبه بسيطه كده، هتلاقي المصباح. كل ده موجود على الساعه. وزي كل الساعات الذكيه دلوقتي فالساعه تدعم القوائم الجانبيه والاختصارات الشخصيه. يعني مثلا لما تيجي تسحب على الساعه من تحت لفوق بتخش على كل النوتيفيكيشنز والمسجات اللي وصلت ليك على الساعه، ولما تسحب من فوق لتحت هتلاقي اليوم والوقت ونسبه الشحن، وهتلاقي تطبيقات تانية زي الاتصال والتحكم في السطوع والاعدادات والويك اب ووضع عدم الازعاج ونمط القائمه. وبالمناسبه هتلاقي عندك 6 انماط او اشكال لقائمه التطبيقات على الساعه اللي بتدخل عليها لما تضغط على الكراون بتاع الساعه، وبتطلع وتنزل في القائمه لما تلف الكراون او التاج او حتى باللمس على الشاشه. ولو ضغطت على البوتون اللي تحت بيدخلك على الانشطه البدنيه، بس هو قابل للتخصيص باي تطبيق تاني على الساعه وبتخصصه من الاعدادات عادي. طيب تعالى بقى اقول لك على الثمن بتاع الساعه، واقول لك كمان على الخلاصه فيها. الثمن ده يا معلم انت هتاخد ساعه ممتازه بخامات معدن من سبائك الزنك، وهتاخد تصميم شيك جدا في العموم والوان جميله مناسبه للشباب والبنات الاثنين. هتاخد كمان شاشه اموليد الوانها تحفه والدقه بتاعتها عاليه جدا، وهتاخد سطوع قوي خالص خصوصا تحت الشمس، وطبعا اولويز اون ديسبلاي وكمان ويك اب وكل ده. وكمان معاك مكالمات صوتيه، وكمان معاك استقبال نوتيفيكيشن بلغه عربيه، ومعاك كمان مقاومه ميه، ومعاك كمان بطاريه ممتازه هتدي لك من 3 ايام لحد 5 ايام في المتوسط. ممكن بس تعليقاتي على الساعه ان الالوان بتاعتها قليله شويه، وكنت اتمنى يجي منها لون ثالث زي لون الفضي مثلا اللي انا بعشقه جدا في الساعات الذكيه. والحاجه الثانيه اللي ما عجبتنيش ان الساعه مش دقيقه في الحسابات الطبيه واللياقه البدنيه والصحيه والكلام ده كله، وبس كده.